ده ملخص مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 2018. طبعا النادي الأهلي كان خسران هناك في تونس 2-1، وكان النادي الأهلي لازم يفوز بالمباراة عشان يقدر إن هو يصعد في المباراة. وطبعا بداية الماتش الكرة بدأت سريعة، وحصل مؤمن زكريا على فاول، دخل لعلي معلول ولعب كروس بشكل مميز جدا وسجل منها أول هدف في المباراة. وطبعا زي ما انتم عارفين الأهلي ما كانش ساعتها أقوى حاجة، وكمان النجم الساحلي كان فريق مميز جدا مش فريق سهل. وبعدها على طول فاول زي ما انتم شايفين كده من نفس المنطقه ولكن من الجبهه ثانيه. بعد كده خطا يخبط في يد ازارو، ولكن جونيور اجاريه يشوط اي كلام ويشيلها من تحت وضيع هدف ثاني مبكر جدا للنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي بدا ضاغط ومستمر في الضغط، وعندك كره جميله جدا من ارجاي لوليد ازارو، ولكن وليد ازارو استلم بشكل سيء جدا والكره طولت منه. بعد كده مؤمن زكريا يدخل ويشوط، بعد كده شويه محاولات كده على استحياء من النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعمل ضغط متقدم. وبعد كده النجم الساحلي بدا يفوق وبدا يروح ويهدد، ولكن يعني المباراه رايحه جايه وفاول للنجم الساحلي ويتلعب سهل جدا. وبدات المباراه يعني تروح وتيجي، ما بقتش من طرف واحد، والاهلي بيحاول والنجم بيحاول لحد ما مؤمن زكريا عمل عرضيه بالمقاس على راس وليد ازارو يسجل اول هدف ليه مهم جدا مع النادي الاهلي. حتى وليد ازارو كان بيعمل علامه اللي هو هص كده، لان كان وليد ازارو مش موفق تماما مع النادي الاهلي، وكان ده بدايه التالق بالنسبه لوليد ازارو. وطبعا زي ما انتم عارفين انه هيسجل سوبر هاتريك. طبعا عرضيه مسطره جدا من مؤمن زكريا اللي ما فيش جناح حاليا بيعوض ربع امكانيات مؤمن زكريا مع النادي الاهلي. والهدف كمان شايفين كده كروس يعني بالمسطره على راس وليد ازارو، هدف مميز جدا من وليد ازارو وعرضيه جميله جدا من مؤمن زكريا. تسديد من النجم الساحلي فاول، تسديد من بره المنطقه، محاولات على استحياء كده زي ما انتم شايفين. النجم ضغط يحاول ان هو يرجع في المباراه، يكفي هدف واحد للتعادل ويلعبوا ضربات جزاء وتبقى النتيجه 2-1 زي ما انتهت هناك في تونس لصالح النجم الساحلي. طبعا نفكركم ان اللي سجل هدف الاهلي هناك في تونس كان صالح جمعه لو تفتكروا. بعد كده النجم الساحلي يكمل في اللي هو المحاولات ولكن على استحياء جدا، لحد ما يروح علي معلول ويعمل كروس عالمي من كروسات علي معلول يسجلها وليد ازارو. والكل كان ساعتها مش مصدق، هو ده ازارو اللي بيضيع الفرص السهله ومش عارف يسجل ولا هدف مع النادي الاهلي؟ متاكدين ان ده ازارو. ازارو كان متالق في المباراه دي، ولكن شوف الكروس العظيم بتاع علي معلول، الكروس ده كانه ملعوب بايده حرفيا. علي معلول حقيقي لن يعوض في النادي الاهلي بسهوله جدا، حتى لو انت جبت افضل لاعب في افريقيا كباك شمال، علي معلول يا جدعان مختلف تماما. بعد كده محاولات من النادي الاهلي، محاولات من النجم الساحلي، ولكن كلها يعني محاولات على استحياء ومحاولات يعني مفيش فرص محققه لحد دلوقتي باستثناء الهدفين اللي سجلهم النادي الاهلي. بعد كده الاهلي يحاول عرضيات، هنا عرضيه مثلا مميزه ازارو استلم سهله جدا قدام اجاي يقدر يسجل منها الهدف الثالث، ولكن اجاي شاط اي حاجه. يعني كان الفرصه دي سهله جدا، اجاي لحد دلوقتي كده زي ما انتم شايفين ضيع فرصتين سهلين جدا. وبعد كده ركنيه للنادي الاهلي تتلعب اي حاجه، بعد كده بينيه مميزه جدا الحارس يتالق وياخدها من قدام مؤمن زكريا. يعني الاهلي كان المباراه متوازنه لولا ان النجم الساحلي غلط غلطه العمر وان هو لعب مباراه مفتوحه قدام النادي الاهلي وساب مساحات للعيبه النادي الاهلي، اللي دايما الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي بمساحات بتغلط. وادي شبه ما انت شايف لسه زي ما بنتكلم مساحات بالجمله. مؤمن زكريا عمل ال1 وال2 مع وليد ازارو، وليد ازارو لو انتوا بصيتوا في اللقطه دي هتلاقيه كان شايف مؤمن زكريا بظهره من غير ما يبص، فالكره وهي جايه لعبها بينيه عالميه جدا لمؤمن زكريا، وبعدين جري واستلم في المساحه وسجل الهاتريك الاول ليه مع النادي الاهلي والهاتريك ليه في الاول ليه في المباراه، وسجل 3 اهداف كانوا بدايه تالق وليد ازارو مع النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين تحرك اصلا نموذجي من وليد ازارو، واللعب كده واحد يعني شامم كوره ومولود وحافظ كوره، فلعبها بشكل مميز جدا من البدايه لمؤمن زكريا وراح خد منه الكره الثانيه وسجل هدف مميز جدا. وبعد كده النجم الساحلي بيحاول يرجع المباراه فرص، والكره زي ما انتم شايفينها كده شريف اكرامي كان واقف جنب العارضه، ما تعرفش هو ماسك الضيقه دي ولا ماسك البعيده، ولا منه ماسك الضيقه ولا منه ماسك البعيده، وكمان متقدم خطوتين، فدخل هدف زي ما انتم شايفين، هدف سهل جدا ملوش اي 30 لازمه، ولكن الاهلي ما زال 3-1 ومتقدم في النتيجه بتاع المباراه. النجم الساحلي طبعا فرح بالمباراه لان هدف واحد، وان هو لو سجل هدف واحد يصعد هو على حساب النادي الاهلي. وزي ما انتم شايفين ضغط، وخلاص اللعيبه الهدف اللي هم سجلوه ادالهم حماس وادالهم رغبه اكتر من النادي الاهلي لانهم بيلعبوا على هدف زي ما انتم شايفين، فكانوا بيلعبوا باستقتال قوي جدا على الكوره زي ما انتم شايفين في الكوره دي كده. بعد كده فرصه خطيره جدا المره دي ازارو يلعب لمؤمن زكريا، ولكن الدفاع يشيل من قدام مؤمن زكريا، نفس الكره اللي اتلعبت لازارو من مؤمن، ولكن المره دي العكس، وازارو هو اللي لعب لمؤمن ولكن الدفاع تدخل. وهنا بقى واحده من عجائب وطرائف كره القدم، وايد ازارو رايح انفراد الكره تخبط وتدخل هدف عجيب وغريب جدا، يعني هدف من اكتر العجائب والغرائب في تاريخ الكوره، ويمكن اغرب هدف في تاريخ النادي الاهلي. يعني انت عندك بص هنا وليد سليمان حتى بيعترض على ضربه جزاء
بيبص لقى الكره اتسجلت هدف، اللي هو مش مصدق نفسه ازاي ده يحصل. كانت ماشيه مع النادي الاهلي في الماتش ده بشكل غير طبيعي، لان زي ما انا قلت في البدايه ان فريق النجم الساحلي ما كانش فريق ضعيف ان هو يخسر سكور من النادي الاهلي، ولكن الكوره كانت عايزه في الماتش ده النادي الاهلي، لدرجه ان رامي ربيعه دخل وقال لك اجرب حظي انا كمان، وسدد تسديده قويه جدا وسجل منها هدف عالمي ومميز جدا، وسجل الهدف الخامس بالنسبه للنادي الاهلي. بعد كده بقى محاولات وفرص من النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان يقدر ان هو يسجل ويوصل 7 و8 و9 مستريح جدا. عندك وائل ازارو بيضيع، عندك وائل سليمان بيضيع، مؤمن زكريا بيضيع فرص كتير للنادي الاهلي بعد الهدف الخامس. وعندك النجم الساحلي كان يقدر ان هو يتعادل كمان، ولكن الحمد لله كرة زي ديت عدت بسلام، وكانت فرصه محققه جدا بالنسبه للنجم الساحلي. ولكن المباراه زي ما قلنا النادي الاهلي كسب 6 مستريح جدا، كان يقدر يكسب 7 ويكسب 8، ورغم برضو ان فريق النجم كان فريق قوي، ولكن كان بيلعب تكتيكيا بشكل غلط جدا قدام النادي الاهلي، وما احترمش النادي الاهلي ولعب في مساحات وساب مساحات للنادي الاهلي، فبالتالي خسر بسكور كبير جدا لحد دلوقتي تعتبر فضيحه بالنسبه للنجم الساحلي. وفاولات ويعني وتهديد من كل حته، كانوا برضو بيلعبوا على امل ان هم يسجلوا هدفين ولا حاجه ويرجعوا في المباراه، ولكن زي ما انتم شايفين تألق شريف اكرامي في الكره اللي فاتت دي، وبرضو النادي الاهلي رجع وقفل ولعب على المرتده اللي يقدر يسجل منها بعد كده الهدف السادس. بعد كده النجم الساحلي هو محاولات مستمره، كوره هنا وكوره هنا، عرضيه، كوره طوليه، الدفاع بيشيل، وهكذا يعني لحد ما جت الفرصه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، ولكن تعدي برضو بلا جدوى. بعد كده بقى شفت الفرصه اللي معاكم دي، وليد سليمان لعب وسدد عشان يطمع ان هو يسجل الهدف الثاني. زي ما قلنا الاهلي كان يقدر يسجل اكتر من كده بكثير جدا، ولكن الاهلي ضيع فرص كتير جدا، فرص محققه من انفرادات وهجمات مرتده بشكل مؤكد جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي كان كل لاعب عايز يسجل، فضيع على نفسه فوز اكتر تاريخيا من اللي انت شايفه قدامك ده ومن الرقم اللي الاهلي سجله. بعد كده محاولات من النجم الساحلي يدخل ويسدد في الضيقه ويسجل الهدف الثاني بالنسبه لفريق النجم الساحلي. الكره اللي انتم شايفينها قدامكم دول انا مش قادر احكم هل خطا من شريف اكرامي ولا فعلا الكره صعبه، ولكن هي في الاول وفي الاخر زاويه شريف اكرامي في الزاويه الضيقه، فالمفروض انت ما دام مش قافل الزاويه الضيقه هتقفل ازاي الزاويه البعيده؟ بس انتوا تقدروا تحكموا على الهدف ده وتقولوا لي هل هو خطا اكرامي ولا الكره فعلا قويه وصعبه جدا. وبس كده انتهت المباراة بفوز تاريخي 6-2، والأهلي صعد للنهائي ولكن لم يحالفه التوفيق. خسر أيضا من الترجي التونسي بعد ما كان كسبان في القاهرة 3-1، خسر هناك في رادس 3-0، والجملة الشهيرة اضرب يا بدري. سلام.